لنحدثكم الآن عن النماذج الأربعة، والتي هي الهدف المنطقي، القيم المنطقية، العاطفي، التقليدي. الهدف المنطقي هو عندما تخطط لعمل معين، كالقائد الذي يضع خطة لمهاجمة العدو، أو المهندس الذي يصمم أولا مبنى قبل الشروع في العمل. القيم المنطقية هي تلك القيم المترسخة والتي تدافع عنها حتى لو كانت على حساب مصلحتك، كأن تفتدي بنفسك في الحرب أو عند الدفاع عن قضية معينة. النموذج العاطفي، وهو وكما التسمية الأفعال التي تأتي من العاطفة، هذه تكون عادة خارج المنطق، كاستعداد أحدهم الدخول في شجار أو مشاحنة حتى لو كان يدرك أن لهذا الفعل نتائج وخيمة. النموذج التقليدي هو الذي نتعلمه من تقاليد المجتمع الذي نعيش عليه أو ما عهدنا عليه آباءنا. كمثال، إذا كنت معتادا على تناول الطعام بالملعقة، كم سيكون صعبا عليك أن تجرب الأعواد الصينية، وتخيل كم من الوقت الذي ستحتاجه لكي تعتاد عليه. هذا مثال بسيط جدا. تخيل كم العادات والتقاليد المختلفة بين المجتمعات والتي لا يمكن أن تتوافق. نذكر أن هذه نماذج مثالية بصورتها النقية، ولن نجدها حرفيا على أرض الواقع. زعم فيبر أن العالم الغربي في توجه عام إلى الفعل الاجتماعي من النموذج الأول، الهدف المنطقي، والبقية في انحسار مستمر. كل ما سنذكره من الآن وصاعدا يتمحور حول النموذج الأول. هناك فرق بين أن آخذ منك شيئا تحت تهديد السلاح وبين أن أطلبه منك، فالأول هو قوة والثاني هو سلطة. يقول فيبر أن التاريخ يتغير تدريجيا من القوة إلى السلطة، وإذا أخذت هذه السلطة صبغة شرعية سيكون هناك القليل من الاعتراض. لدى فيبر 3 نماذج مثالية عن السلطة. السلطة الكاريزمية، عندما يكون للواقف أمامك وقار وهيبة، وهو أمر يتميز به بعض البشر، بالتأكيد سيؤثر كلامه فيك. أغلب قادة التاريخ تمتعوا بهذه الخاصية، وهي التي أهلتهم ليكونوا ما هم عليه. هذا النوع من السلطة هو الأقدم. السلطة التقليدية، منذ قديم الزمان وحتى فترة ليست ببعيدة، كانت جميع الشعوب العالم تعتبر أن عائلة معينة قد كلفها الله لتطبيق حكمه على الخلق، وعلى الرغم من أن النظام الملكي ما زال مستمرا في بعض الدول، إلا أن هذه السلطة التقليدية لم تعد مؤثرة مثل السابق. فإما أن نظام الدولة أصبح ملكيا دستوريا، أو أن دور الملك رمزي فقط. السلطة القانونية المنطقية، هذه أحدث أنواع السلطة والأكثر انتشارا في الوقت الحالي. الموظف في المؤسسة أو الشرطي الذي نراه في الشارع، هؤلاء لديهم سلطة علينا فقط لأنهم مكلفون لهذا الواجب، وليس لأنهم من الأشراف أو أن لديهم كاريزما، لكننا مع ذلك ملزمون باتباع أوامرهم. مرة أخرى نذكر أن هذه النماذج مثالية، والواقع يكون أقل وضوحا مما ذكر. لاحظوا الآن أن هذه الأنواع من السلطة كل منها يقترن بنموذج اجتماعي من الذي ورد في الفقرة السابقة. وهنا أيضا يعتقد فيبر أن التوجه العام للسلطة هو نحو السلطة القانونية المنطقية، والبقية في انحسار. لكن لدينا هنا استثناء، فالكاريزما لا تظهر في الأوقات الاعتيادية، بل في وقت الأزمات. عندما يكون الشعب في حالة من الاضطراب والخوف، لا ينفع حينها تطبيق القانون أو العادات أو التقاليد. الشخصية صاحبة الكاريزما هي التي ستتولى دفة القيادة، لذلك السلطة الكاريزمية تذهب وتعود باستمرار. مثال على هؤلاء في التاريخ هم نابليون وهتلر.